بص، مع اول لقطه هتبص على الجهاز هتحس ان هو جهاز لديل لاتيتيود، عشان طبعا الشاشه 14 انش. بس المره دي الاكتر حاجه مميزه في القصه دي كلها ان انت معاك جهاز ديل بريسيشن 5470 اي 7 الجيل ال 12، هو بنفس المواصفات الجيل ال 12 بالنسبه ل 5570 ديل بريسيشن اللي انا كنت ياما كلمتك عليه وقلت لك ده افضل اختيار واكتر حاجه قيمه مقابل سعر دلوقتي واكتر حاجه تعتمد عليها. بس انا المره دي وفرت لك ال 14 بوصه عشان ده كان اكتر جهاز كنا بنسال عليه. عايزين جهاز 14 بوصه يكون اخف من ال 15 نقدر نتحرك بيه، في نفس الوقت يكون سليم ونفس تفاصيل الديل بريسيشن اللي احنا اتعودنا عليها واتكلمنا قبل كده عليها كتير جدا. جهاز زي ما انت شايف السمك بتاعه تايب سي، الواي فاي 6 الانتنه بتاعته لان هتديك سرعه نت رهيبه مع الثاندر بورت 4 والشحن السريع، 4 يو اس بي تايب سي. طبعا حاطين مش ناسيين الكارت ريدر بتاع الفيزا او ايا كان الكارت اللي انت محتاج تستخدمه. كل التفاصيل ده في جهاز ديل بريسيشن 5470 وكمان عليه طبقه نانو سيراميك عشان يبقى حافظ معاك ضد الخدش وضد الخطوش كلها. كل التفاصيل اللي بكلمك عليها ديت مع مواصفات هي افضل مواصفات جهاز ورك ستيشن. اي حد هيبص للجهاز ده عمره ما يتخيل ان الجهاز ده قادر ان هو يشغل لك كل البرامج الهندسيه وبرامج الجرافيكس باعلى اعدادات وباعلى اداء. اي 7 الجيل ال 12 12800 اتش 24 للكاش 20 ثريد 14 كور 2.8 جيجا هرتز، طبعا بي اب تو معاك لحد 3.5. كل ده مع الرامات الدي ار 5 بسرعه 5200، والرامات هنا اسرع من الرامات اللي موجوده في نسخه ال 15 بوصه لان ال 15 بوصه بتكون 4800 هنا 5200. طبعا مع الاس اس دي اللي هيكون 512 والانتل ايرس للجي بي يو الاساسي الانتجريتد مع انفيديا الار تي اكس الاي 1000 ال 4 جيجا. كل التفاصيل دي كلها مع الباك لايت والبصمه ونفس الصوت المميز للديل بريسيشن الاربع سماعات مع الفيس اي دي والحواف في الفريمنس زيرو فريم. جهاز عملي جدا تقدر تعتمد عليه بشكل اساسي لكل البرامج الهندسيه، تحفه تقدر تتحرك بيها وحاجه مميزه جدا. وزي ما انت شايف الحاله بتاعته مميزه 5470 ديل بريسيشن. كل التفاصيل اللي بنتكلم عليها من الحاله الويندوز الاصليه كل التفاصيل دي زي ما عودناكم هتكون موجوده في منتج ستور 36 نص تميل وقاد ارض الجولف في مدينه نصر. وعايزكم تتابعونا الفتره الجايه لان في شويه حاجات سنك باد وشويه حاجات عمرك ما هتلاقيها في السوق غير في منتج وبس.